من 65 مليون سنة كانت الديناصورات بتسكن الأرض، وكان في ديناصور جميل اسمه هنري. كان عنده مزرعة جميلة بيزرعها ويرعاها هو ومراته، وكانوا منتظرين عيلتهم تكبر لما الثلاث بيضات بتوعهم يفقسوا. وفعلا بتفقس أول بيضة وبتخرج منها ليبي الشقية، وبعد كده بتفقس البيضة التانية وبيخرج منها باكي الشقي برضه. أما البيضة الكبيرة بيخرج منها ديناصور صغير وضعيف اسمه أورلو. بياخدهم باباهم ومامتهم وبيعرفوهم على مزرعتهم الجميلة اللي هيهتموا بيها كلهم مع بعض، وبيوزع عليهم باباهم الشغل. باكي القوي بيقطع الخشب وبيشيله، ليبي المحتالة بتروي الزرع وكانت دايما تضحك على باكي. أما أورلو فكان ضعيف وبيخاف من أصغر حاجة حتى دجاج المزرعة. أما باباهم فعمل صومعة يخزن فيها المحصول ويحميه من المطر والحيوانات الدخيلة. فبتقول له مراته انت لازم تسيب عليها بصمتك، فبيقول لها لأ انت الأول لأنك كنت بتساعديني. أما أولادهم فبيفرحوا قوي وعاوزين يسيبوا بصمتهم هم كمان على الصومعة، فباباهم بيقول لهم كل واحد فيكم لازم يعمل حاجة كويسة علشان يستحق يسيب بصمته. بيروح باك يقطع الأشجار كويس فبيحط بصمته على الصومعة، وبتروح ليبي تزرع كويس فبتحط بصمتها هي كمان. اما اورلو فنفسه يسيب بصمته بس لسه الخوف مسيطر عليه، وفي مرة بيشوف بصمات اخواته فبيقرر انه مش هيخاف وبيتشجع، بس باك بيعمل فيه مقلب وبيخوفه وبيتضايق جدا وبيقول لهم مش عايز اسيب بصمتي. وقتها باباه جاله فكرة وقرر يساعده. وقت الليل وكلهم نايمين خدوا على جنينة، بس كانت الدنيا ضلمة جدا واورلو خايف ومرعوب. باباه قال له ادخل وسط الزهور. طلعت له فراشة وسط الضلمة ووقفت على وشه، كان خايف جدا ومرعوب. بابا قال له اهدى. لما بدأ يهدى الفراشة نورت وكان شكلها جميل قوي، ولما اتحركوا ظهرت فراشات كتير في الضلمة وشكلها حلو قوي وتفرح قوي. وجري ولعب هو وباباه، وبياخدوا باباه للصومعة وبيقول له إذا كنت لسه عاوز تسيب بصمتك أنا عندي ليك مهمة جديدة. وبيقول له إن في حد بيجي يسرق الحبوب من الصومعة وأنا هساعدك نعمل له كمين، ولو قدرت تمسكه وقتها هتستحق تحط بصمتك جنب بصمتي على الصومعة. وفعلا بيحرس أورلو الصومعة بكل جدية ونشاط لغاية ما الشبكة بتاع الكمين بتمسك طفل بدائي صغير بس شقي قوي، وبيكون أورلو خايف منه وبدل ما بيضربه بيفكه وبيسيبه يمشي. ولما خرجوا باباه اتضايق منه جدا وقال له تعالى معايا لازم تمسك الطفل ده حالا، ومشي ورا اثار اقدام الطفل. بس الدنيا كانت بتمطر والمطر بيزيد واورلو خايف جدا وقال لباباه مش هنقدر نرجع البيت كده. باباه قال له طالما انت شايف النهر تقدر ترجع بامان. ومن كتر الجري اورلو تعب ومعادش قادر يتحمل. رجع له باباه ولقاه مش قادر فتأسف له وقال له انا بس كنت عاوز اساعدك تتخلص من الخوف، بس خلاص احنا بعدنا عن البيت ولازم نرجع دلوقتي. بس وهم راجعين لقى باباه النهر بيزيد بسرعة ولقى سيول جاية عليهم. بابا نجح انه يبعدوا عن السيل، بس بابا رجله اتزحلقت وقع في النهر ومات للأسف. ورجع أورلو البيت لوحده والمسؤولية زادت عليهم قوي لأن باباهم كان بيساعدهم كتير. وفي يوم بيحط أورلو الذرة في الصومعة لقى حد بيرميه عليه تاني، فبص لقى الطفل البدائي جوه الصومعة فتعصب وقال له عمري ما هسيبك تاني. وأول ما مسكه وقف على وشه فخاف أورلو واتزحلق ووقعوا الاتنين في النهر، واتخبط أورلو في صخرة في دماغه واغمى عليه. ولما فاق لقى نفسه جنب النهر بس كان تعبان ومجهد جدا ومش قادر يقف، لغاية ما شاف الطفل البدائي على الصخرة فاستجمع قوته وطلع له وقال له أنا لازم أموتك، أنت سبب كل المصايب اللي أنا فيها. بس الطفل جري وسابه. وافتكر أورلو إن باباه قال له طول ما أنت شايف النهر فتقدر ترجع البيت. ومشي أورلو جنب النهر لوحده وكان جعان. لقى شجرة توت حاول يجيب التوت من عليها بس معرفش، ووقع من على الصخرة واتحشرت رجله تحتها وحاول يطلعها بس ما قدرش ومن كتر تعبه نام. ولما صحي من نومه لقى رجله بتطلع بسهولة وإن في حد ساعده. وفجأة الدنيا بتمطر جامد، حاول يعمل حاجة تحميه من المطر، وبعد محاولات كتير نجح انه يعمل حاجة زي الخيمة من جذوع الشجر تحميه من المطر ونام. وفجأة دخل عليه الطفل البدائي بسحلية ورماها قدامه فزعق فيه أورلو وقال له امشي بعيد. وجريت السحلية
راح ورجع تاني بحشرة ورماها قدامه وهو مش فاهم حاجة، ورماها أورلو بعيد. راح الطفل ورجع له بتوت بري. أول ما شافه أورلو كله كله وقال له هاتلي من ده كمان. فشدوا الطفل علشان يروح معاه، ومشى الطفل ومشى وراه أورلو لغاية ما وصلوا لطريق عالي على الجبل وضيق جدا، لحد ما وصل أورلو لحتة ضيقة وما فيهاش طريق. خاف أورلو ووقف مكانه. قام الطفل عضه من رجليه. قام أورلو وقع ومسك الجزء التاني من الطريق بأسنانه، ولما شاف شجرة التوت اتشجع واستجمع قوته وعدى. وفجأة حاول الطفل يمنعه بس سابه وراح على الشجرة، ولسه بياكل وقع على وشه تعبان كبير، ومن خوفه وقع بالتعبان من على الجبل. نزل وراه الطفل بسرعة وقدر يحميه ويضرب التعبان. وقتها شافوا حيوان غريب شكل جذع الشجرة، وقال له أنا محتاج الطفل ده علشان يدافع عني مع أصحابي دول، لأن الدنيا هنا مش أمان. وبيسألوا عن اسم الطفل. قال له أورلو معرفش. قال له خلاص، اللي هينادي عليه باسمه الحقيقي هو اللي هيكون صاحبه ومن حقه ياخده. قال له تمام. بدأوا يقولوا أسامي كتير والطفل مش بيبصلهم، لغاية ما أورلو نادى عليه باسم سبوت. راح له الطفل ومسك فيه. فرح أورلو بيه جدا وبدأوا رحلتهم مع بعض، وعلموا سبوت ما يخافش من الحيوانات، وعلمه ازاي يلعب معاهم ويقضي وقت سعيد، وكمان علمه السباحة، وكانوا فرحانين جدا. ولما جه الليل أورلو ورى سبوت الفراشات اللي بتنور في الضلمة وقد ايه منظرها جميل، وافتكر عيلته وباباه وكان مشتاق ليهم قوي. وفهم سبوت معنى العيلة وانهم دايما بيكونوا مرتبطين ببعض جوه دايرة واحدة. سبوت فهم ورسم دايرة ما فيهاش غيره بس هو، وان باباه ومامته ما بقوش موجودين معاه، وقضوا الليل وهم زعلانين وفضلوا باصين للسما وافتكروا كل اللي وحشوهم وناموا. ولما صحي الصبح الجو كان جميل جدا، بس فجأة الجو قلب وهبت عاصفة كبيرة. ولما شاف أورلو البرق افتكر باباه وهو بيبعده عن النهر وبيحميه، وافتكر كمان باباه وهو بيموت في النهر، فخاف وجري بعيد. ولما هديت العاصفة دور عليه سبوت ولقاه. ولما فاق أورلو اكتشف انه ضيع النهر وكده صعب يرجع للبيت. وفجأة لقى أورلو مجموعة من الطيور معدية، فجري وراهم وطلب منهم يساعدوه. فقالوا له هنساعدك بس لما نساعد الحيوانات اللي محتاجة مساعدة بعد العاصفة. وقالوا لأورلو ان في حيوان محشور تحت جذع الشجرة ومش عارفين يطلعوه. فشال أورلو جذع الشجرة وطلعه، لكن المفاجأة انهم كلوه. خاف أورلو وبص على سبوت لقاه مستخبي، فحاول يهرب بس للأسف قفشوه وقالوا له هنساعدك تروح بس تدينا الطفل اللي معاه. حب يضحك عليهم ويتوههم بس شافوا سبوت، وبسرعة جري منهم سبوت وطلع على ظهره وجريوا الاتنين مع بعض. وهم بيجروا لقى أورلو ديناصورين كبار، فخاف وما بقاش عارف يعمل ايه، بس الديناصورات أنقذوه منهم ولعبوا معاهم لغاية ما جه باباهم وقال له ما ينفعش تبقى هنا ولازم تمشي. فطلب منهم أورلو يساعدوه علشان يرجع بيته، بس باباهم رفض وقال له احنا القطيع بتاعنا ضايع ولازم ندور عليه وما عندناش وقت عشان نساعدك. فنادى عليه أورلو وقال له انا اقدر اساعدك، لان سبوت لما بيشم اي حاجة بيقدر يوصل لمكانها. وفعلا خلى سبوت يشم قطعة من فرو القطيع، وفضلوا ماشيين ورا سبوت لغاية ما لقوا آثار أقدام القطيع، بس اكتشفوا إن القطيع بتاعهم اتسرق وإن اللصوص بياكلوا في الماشية، فجريوا بسرعة علشان ينقذوا القطيع. وأول ما شافوا القطيع ما قدروش يعرفوا مكان اللصوص اللي في وسطهم، فعمل أبوهم خطة وطلب من أورلو يدخل وسط الماشية ويقف على الصخرة اللي في وسطهم ويجذب انتباه اللصوص ليه. طبعا أورلو كان خايف جدا، بس باباهم زقه ودخل يتسحب وسط القطيع لغاية ما وصل للصخرة. وأول ما وصل عضه سبوت من رجله فخلاه يصرخ، وفعلا جه اللصوص بسرعة عليه. وأول ما هجم عليه اللصوص جت الديناصورات ولحقوه منهم وضربوا اللصوص، بس اللصوص ما سكتوش ووقعوا ديناصور منهم، فتشجع أورلو وضربهم وأنقذوا وقدروا يطردوا اللصوص. وبالليل قعد كل ديناصور يحكي مغامراته وشجاعته. فقال لهم أورلو أنا بابايا كان شجاع زيكم كده وعمره ما خاف. فقال له باباهم مفيش حد ما بيخافش، لكن الصح إنك تقدر تسيطر على خوفك وتعديه. فعجب أورلو كلامه، والصبح راح يوصلوه وقال له الديناصور أنا هديك مهمة قيادة القطيع. وفعلا قدر أورلو ينفذ المهمة من غير خوف،
ووصل هو وسبوت عند النهر وكان فرحان جدا ومبسوط انه قرب يروح بيتهم. وطلع هو وسبوت على جبل وشاف جبل سن المخلب اللي ورا بيتهم، ونزلوا يكملوا طريقهم. وفي طريقهم شاف سبوت انسان شبهه وحاول يقرب منه، بس أورلو قال له احنا بقينا صحاب وهنروح البيت وهنعيش ونزرع ونلعب وناكل وننام مع بعض. وفي وسط كلامهم شافوا حاجة غريبة طايرة فوقهم وما كانوش عارفين ايه الحاجة دي. فجأة اكتشفوا انها الطيور الشرسة اللي خلصتهم منها الديناصورات، والمرة دي قدروا يخطفوا سبوت ويوقعوا أورلو من فوق الجبل، بس هو وقع واتعلق في أغصان الشجر. جه يفك نفسه فوقع على راسه حجر وفقد الوعي. في الوقت ده تخيل ان باباه جاله ومشيوا مع بعض وقال له انه بيحب سبوت قوي وعاوز ينقذه بس خايف. بابا قال له انت عندك الشجاعة اللي تكفيك وتخليك تقدر تنقذه. في الوقت ده فاق أورلو وقدر يفك نفسه وجري علشان يدور على سبوت، وفعلا لقاه مستخبي في جذع شجرة والطيور عاوزة تاكله، فنزل ضرب الطيور علشان ينقذ سبوت. بس بعد ما ضربهم لقى السيل جاي وطلب سبوت مساعدته، فنزل المية وقدر ينقذ سبوت ويخرجه من المية. وطلعوا كملوا طريقهم للبيت، بس لقوا عيلة سبوت ماشية وراهم. راح لهم سبوت وقرب منهم وحبهم جدا وحبوه. وبعدين طلع سبوت على ظهر أورلو علشان يروح معاه، فرجعوا أورلو وسطهم تاني ورسم حواليهم دايرة وفهموا بيها انهم كده عيلة واحدة مع بعض. فرجع سبوت وودعه وبعدين مشى مع عيلته، ورجع أورلو لعيلته وفرحوا بيه قوي لما شافوه. وحط أورلو بصمته لأنه بقى بطل وما بقاش يخاف من حاجة.